ازيكم عاملين ايه؟ اهلا بيكم في فيديو جديد معاكم مع زهيري. والنهارده الفيديو هيكون عن الاصل ولا التقليد. فيديو من فيديوهات المنتجات اللي انتوا بتحبوها يا جماعه، واللي انا بحبها كمان، واللي بتبوظ لي الدايت اللي هو بايظ بقاله فتره. مش عارفه اعمل دايت يا جماعه. ما تقولوا يا جماعه تجاربكم مع الدايت كده، واللي عمل دايت ونجح فيه إيه؟ عمل ايه بجد؟ بتعملوا ايه عشان الدايت ينجح؟ يعني انا بحس ان الواحد ساعات يبقى قادر يعمل دايت ويكمل ويمشي زي الفل، وساعات تانية ابدا يقفش، مش عايز يعمل دايت، مش عارف. فانا مش عايزه، انا مش عارفه. المهم يعني مش هطول عليكم، او على الاقل بوظنا الدايت. خلينا نعمل الفيديو الجميل ده، فيديو الاصل ولا التقليد. دول 10 منتجات والتقليدات بتاعتهم هنجربهم مع بعض ونشوف انهي احلى. الحاجه الاوريجينال هي الحاجه اللي طلعت الاول، والحاجه التقليد طبعا اللي طلعت بعدها واللي بتقلدها، سواء في الديزاين بتاعها او في الطعم، او تكون يعني حاجه متفرده وطلعت لها منافسين. فهنجرب مع بعض دلوقتي. ونبدا بايه؟ نبدا بالاوريو. قبل ما الاوريو ينزل مصر يا جماعه كان في منتج شبهه بالظبط اسمه بوريو، نفس البسكوته اللي هي اللي بالشوكولاته ونفس الكريمه، وكان طعمه حلو وانبهرنا بيه ساعتها. وبعدين نزل الاوريو مصر واتصنع في مصر، بقى طعمه احلى بكتير، واغلى اعتقد اغلى من الاوريو، من البوريو حاجه بسيطه يعني. بس طبعا اول ما الاوريو نزل وبقى رخيص وفي متناول الايدي، البوريو سوقه طبعا يعني قل كتير وما بقاش فيه اقبال عليه كتير، وطلعت ليه منتجات شبيهه بتحاول تنافسه، زي مثلا بسكامارا جامب. بصوا بسكامارا، هتلاقوا لونه نفس لون الاوريو وفيه 6 قطع بسكوت برضو. نيجي بقى للمفيد وندوقهم هما الاثنين. هفتح البسكامارا جامب الاول وهوريكم الديزاين من جوه. اللي على الشمال هي البسكوت التقليد، واللي على اليمين الاوريو مكتوب عليه اهي. وبصوا نفس النقشه بالظبط، ما عدا طبعا ان مش مكتوب اوريو في النص ولا مكتوب بسكامارا جامب ولا اي حاجه، والبسكوته افتح شويه. دلوقتي هنفكها ونفك الاوريو. طبعا كميه الكريمه في الاوريو اكتر بكتير، حتى مع ان البسكوته التانية الكريمه اتقسمت بالنص، بس ستيل برضو كميه الكريمه اقل بكتير. وهنا حتى الاوريو بيتميز ان هو لما اتفك الكريمه راحت في ناحيه والبسكوت راح في ناحيه، فدي حاجه عظيمه. لكن هنا كميه الكريمه اقل. بيفكرني بطعم بسكوت قديم كده، مش فاكره ايه هو. طبعا الاوريو الكريمه فيه اكتر وطعمها واضح جدا، والبسكوته برضو مقرمشه اكتر. بصوا مش وحش خالص، بس تقليد يعني مش اوريو. الاوريو طبعا طعمه احلى. انا كان المفروض اقارن بين اوريو وبوريو على فكره، بس قلت اجيب الحاجه اللي هي مقلده في الديزاين بالظبط. يلا بينا على المنتج اللي بعده، وهو الويفر. الويفر يا جماعه طبعا من اكتر السناكس اللي بتتباع في السوبر ماركتس، وليها حاجات كتير بتقلدها. فانا قلت اختار اشهر واحد في الويفر اللي هو اللوكر، وجبت واحد شبهه اسمه هازلنات مانشي، لونه احمر برضو. بصوا العبوه مرسوم عليها بندقه وشوكولاته ويفر، ده نفس الحكايه هنا، بندقه وشوكولاته ويفر. واحد الاسباب اللي خلتني اختار المانشي ده ان هو عامل الرسمه تقريبا هي. بصوا يا جماعه، بندقيه مقسومه بالنص، والويفر مقسوم بالنص برضو، وده بيعوم في شوكولاته ودي بتطلع نقط شوكولاته. طبعا انا متاكده ان فرق السعر كبير. انا هوريكم الاسعار هنا واقول لكم على سر يا جماعه، انا ما بحبش ويفر لوكر ده خالص، يعني انا بحب الويفر المصري اكتر. فخلينا نفتح كده ونشوف الفرق ما بينهم. ده اللوكر وده المانشي. بصوا ده افتح من ده، وهتلاقوا هنا كالعاده هو متوصي بالحشو قوي، الشوكولاته فيه كتير، هنا واضح ان الشوكولاته اقل، وده برضو اسمك من اللوكر. وتعالوا ندوق ونشوف. طعمه ظريف، البندق واضح فيه قوي، هو طعمه مختلف. الويفر فيه قطره، ده ناشف قوي، يمكن ده عشان كده ما بحبش اللوكر ده، عشان الويفر بتاعه ناشف كده، بحس اني باكل بسكوت مش ويفر. ده قطره شويه وبيفرول بسرعه، لكن طبعا مفيش طعم بندق خالص جوه الشوكولاته. انا مش عارفه اقول لكم ايه، هو كويفر احب ده اكتر، كشوكولاته بالبندق الحشو
ده طبعا واضح اكتر، فانا مش عارفه اعمل ايه دلوقتي يا جماعه. بس اكيد فرق السعر هيخليني اختار ده لو انا مش مهتمه قوي بالبندق يعني. نروح على اللي بعده، يلا بينا. خدت حاجات مسكره كتير فعايزه احدق بقى. شيبسي وبرافو. برافو ده دخل السوق من سنه يمكن او اكتر بحاجه بسيطه، وبقى منتشر بصراحه. بشوف ناس كتير بتاكله وبشوفه في كل السوبر ماركتات تقريبا، وبشوف اعلانات كتير ليه. ف يعني هو واخد حجم كويس قوي من السوق بالشطه والليمون. الوان قريبه قوي من بعض، ادي شطه وليمون اهم وشطه وليمون اهم، بس الشطه هنا حمراء. وطبعا ايه وجه التقليد؟ اي يا جماعه شيبسي بيطلع بعد شيبسي فهو تقليد للشيبسي، معروفه يعني، حتى اسمها شيبسي ملاش اسم تاني. ماشي بقى، انا هبهدل الترابيزه معايا عشان ما اخركوش. بس بصوا الكميه قريبه يعني، بس شيبسي فيه قطع صغيره كتير مفرول اكتر، وده بالنسبه لي عيب. شكل البطاطسايه هنا منظم اكتر، بس هنا واضح ان هي واخده فليفر اكتر. خلينا ندوق شيبسي. شيبسي بالشطه والليمون عادي. مش فاهمه قوي لسه، كان المفروض ادوق التقليد الاول. طيب يبقى زي ما قلت لكم الطعم موجود في شيبسي اكتر من برافو، ولكن شكل البطاطس في برافو احسن شويه. بس برضو بحس ان الشيبسي البطاطس بتاعته مقرمشه اكتر. لا انا بالنسبه لي شيبسي احسن، مع احترامي لكل المحاولات يعني. في كرانشي بالنسبه لي برضو مش اقل من الشيبسي خالص، لكن ده لا مش زيه. نروح للي بعده. وقبل ما اشيل الشيبسي يا جماعه، كاتشب. من اول ما طلع الكاتشب في مصر واحنا ما نعرفش غير هاينز وشويه ماركات كده تانية، يعني في مش عارف امريكان جاردنز تقريبا، حدائق كاليفورنيا، حاجه كده يعني، حاجات مستورده. لكن الكاتشب هو هاينز معروفه يعني، ما طلعلوش منافسين قوي. لكن ظهر في الفتره الاخيره منافسات محليه ضعيفه، زي مثلا درة. ده كاتشب اسمه درة من شركة الدرة للمنتجات الغذائية. طبعا العلبة حلوة. طبعا في هاينز فيه برضو علب من اللي بيتضغط عليها دي، بدل العلبة الازاز اللي بتذل الواحد عشان يفتحها. ريحة الكاتشب بتاعت هاينز معروفة. طيب انا اسفة، انا هروح اجيب او ممكن نقطع بده. الجيش بيقول تتصرف برضو، ذكية يعني. الاول نشم الريحة. دي ريحتها اقرب للصلصة، ودي ريحتها كاتشب عادي. هنا بقى نقعد 4 ساعات على بال ما يرضى ينزل لي ايه ده؟ لا ده نزل على طول والله. القوام تقريبا هو اللون. درة افتح حاجة بسيطة. انا هدوق درة ده الاول وبعدين هدوق هاينز. صلصة ومحطوط عليها سكر. يعني انا ممكن اجيب علبة صلصة واحط عليها كام معلقة سكر واحطها في علب وابيعها. بصراحة لا مش عاجبني خالص، ولا برافو عاجبني. ونروح على المنتج اللي بعده، نسكافيه فيرسز مصر كافيه. نشأت شركة مصر كافيه كشركة مساهمة عام 1984 لإنتاج وتصدير القهوة سريعة الذوبان. أما بالنسبة لنسكافيه اتعملت سنة 1938 في سويسرا. وبالتالي أي حاجة تعمل قهوة سريعة الذوبان بعد نسكافيه تبقى تقليد لنسكافيه. وبرده كالعادة احنا مسمين الانستنت كوفي ده نسكافيه عشان هو اول واحد طلع. زي كوتشي كده، الكوتشي دي شركة عملت جزم رياضية، فعشان هي اول حاجة نزلت مصر بقينا نسميها جزمة كوتشي. طيب تعالوا نفتح العبوة من جوه ونشوف. جبت لكم ميه مغلية عشان ادوق على طول. ده مصر كافيه، ده نسكافيه. اعتقد ان مصر كافيه الحبوب بتاعته اتخن شويه، اكبر شويه. معرفش نسكافيه ريحته مطربه ليه، يعني قهوه وفيه تراب معاها. ده ريحته قهوه بس مختلفه. المهم تعالوا ندوق على طول.
انا طبعا ما بشربش نسكافيه من غير لبن، بس عشان يبقى فيه مصداقيه في الاداء. اهي نسكافيه هنا، نشوف ايه اللي بيحصل. في شويه وش على الوش كده اهو، لون فاتح. هنا لا، هنا انا لسه ما قلبتش، النسكافيه نزل تحت واللي فوق ده يعني ما دابش قوي، لكن هنا تقريبا داب على طول. وده يدل على ان القهوه سريعه الذوبان في النسكافيه اسرع في الذوبان من مصر كافيه. معلومه طبيه يا جماعه، القهوه سريعه الذوبان دي ليها اضرار كتير، فحاولوا تقللوها اكتر. القهوه اللي هي القهوه البني يعني صحي اكتر منه بكتير، فاللي بيشرب نسكافيه كتير يقلل منه، لان فعلا انا اسمع ان ليه اضرار كتير قوي. الاكسبريشن ده عشان من غير سكر ومن غير لبن، مش عشان هو طعمه وحش، هو طعمه مش وحش. اقول لكم على حاجه غريبه، النسكافيه مطرب. ده مش وحش خالص والله. انا بشجع الصناعه المصريه يا جماعه، مصر كافيه احسن بجد والله، بدون اي نفاق ولا مجامله، بتاع مصر كافيه احلى. يمكن عشان انا قفشت على النسكافيه قوي، بحس ان هو اوفر ريتد بجد يا جماعه، طعمه مليان تراب. حتى الجولد اللي هو ثمنه بقى اغلى بكتير، برضو بحس ان طعمه فيه مراره كده. نوتيلا فيرسز سبريدي هازلنت، او النوتيلا بتاعت شركه كورونا. عايزه اعتذر لكم يا جماعه اصل احنا النوتيلا ما بتعمرش عندنا في البيت، اول ما بتتجاب بتخلص، فانا كنت جايبه العلبه دي عشان اصور بيها. بصوا اتنسفت، فمعلش انا عارفه طعم النوتيلا، وعندي شويه هنا برضو اقدر احكم بيهم. تعالوا ندوقها الاول. باين الفرق طبعا، الكريمه مش انسيابيه قوي يعني، بصوا فيها حبيبات كده، بصوا مش ناعمه قوي زي النوتيلا، في حين ان طب ما علينا، في حين النوتيلا ناعمه بس هي خلصت. فهدوق معلقه واقول لكم رايي ايه. سكر كتير قوي. بصوا هي مش وحشه بس مش نوتيلا يعني، بس هي شوكولاته كورونا، يعني تحسوا انها شوكولاته كورونا عليها بندق، مش متفرده كده زي النوتيلا يعني، وما فيهاش حته اللي هي اول ما تاخد حته تبقى عايز تكمل دي. نحاول نطلع اي حته من النوتيلا عشان نعمل مقارنه صحيحه. نوتيلا مفيش زيها يعني، انا دقت شوكولاتات سبريد بالبندق كتير قوي، بس لا هي النوتيلا بصراحه. معرفش في حاجه تانية احلى، اكتبوا لي في الكومنتات لو انتوا تعرفوا حاجات تانية احلى من النوتيلا. وما تنسوش ان النوتيلا دي مليانه كالوريز، سعرات حراريه، وكمان دهون نباتيه وبلاوي زرقاء، فما تكتروش منها. اما بالنسبه للسبريدي فشكرا مع نفسك. خلاص قربنا متقلقوش، فاضل البيضتين دول وتوينكز وشبيهتها. طبعا التقليد واضح جدا يا جماعه، بنفس الحكايه يعني بالظبط، كل حاجه حتى البتاع اللي بيتفتح منها. دي اسمها ويكي ايج، ودي اسمها طبعا كندر معروفه. ادي البيضه، وادي اللي سلقها، وادي اللي قشرها، تقريبا نفس الحجم. اوكي دي ما فيهاش معلقه، معرفش هنا في معلقه ولا لا، بس هنا المعلقه بره اهي. دي فيها عجله، ودي فيها لعبه وخريطه وحاجات بتتركب، يعني الموضوع بيتكلم عن نفسه يا جماعه. استنوا اوريكم. ادي البيضه التقليد اهي، ودي اللعبه، ودي الشيء اللي جواها، وادي كندر. بصوا اوريكم، بصوا يعني
هو اكيد فرق السعر يعني ليه سبب. ودي اللعبة والخريطة بتاعتها وبتتركب ازاي. بقالي سنين ما ركبتش لعبة كندر، فهركبها هنا في الفيديو. اهي يا جماعة، اكيد بس يا بس طعمها جميل. مش وحشة برضو، بس البسكوت ده يعني مش احسن حاجة. وكده فاضل توينكز وحاجة زي توينكز كده، كيكة فيها كريمة اسمها توداي. ماشي، في منتجات كتير قوي بقت في السوق وانا معرفهاش والله. دي كيكة بايتة ودي كيكة طرية. توينكز ريحتها جميلة من جوه، ريحتها مش وحشة بس بايتة وناشفة كمان. وحشة وحشة قوي. وحشة، ما انصحش اي حد بيها. لا يعني كأنها متخزنة. توينكس جميلة، كنت بحبها قوي، كنت بجيبها مع مريندا، ازازة مريندا برتقال واكلها. وقررت اختم بالمعلم الكبير، اندومي كيلوجز يامي. طبعا يا جماعة من اول ما نزلت الاندومي مصر وهي اسمها اندومي نسبة الى شركة اندومي اللي هي اول حاجة متعرف بيها في مصر، هي اسمها نودلز اصلا. اندومي دي اتحاربت كتير قوي واتقال عليها اشاعات كتير، وطلع عليها حاجات انها بتسبب السرطان وحرام ومعموله من لحم الخنزير ودهون الخنزير. المهم يعني هي فعلا مش وجبه صحيه، بس مفيش حاجه ثبتت ان يعني ان ليها اضرار او ان الباودر بتاعتها ليها اضرار ولا اي حاجه. قريب كده من فتره قليله نسبيا نزلت كيلوجز وعملت نودلز، واعتقد انها بتتباع كويس. ومن كام يوم كنت في السوبر ماركت بجيب حاجات، لقيت برضو حاجه شبيهه للنودلز دي، وكنت خلاص جبت الاثنين دول ومش فاكره انا جبتهم بطعم الفراخ فجبتها بطعم الخضار، معرفش ليه. المهم يعني انا غليت الميه ب3 اطباق وهحط في كل طبق شويه. 3 شكلهم واحد تقريبا باستثناء ان الاندومي اغمق شويه سنه يعني. طيب ادي الاندومي والكيلوجز واليامي جاهزين، وهندوق اول طبق اللي هو الاندومي. اندومي بطعم الفراخ العادي يعني. الطعم هنا ظاهر اكتر شويه، بس جايز يكون زودت الصوص اكتر او البودره يعني، بس مش حاسه بفرق قوي بصراحه. فكيلوجز كده برافو عليها بصراحه. عارفه حلوه برضه، 3 حلوين والله يا جماعه، مش حاسه بفرق قوي، مش حاسه بفرق. احنا كده جربنا كل المنتجات اللي معانا، ولو عايزين اجزاء تانية من الفيديو ده لان في منتجات كتير جدا بتقلد منتجات كتير جدا وكله يعني موجود في السوبر ماركت، وقررت ان انا اعمل سلسله فيديوهات عن السوبر ماركت، منتجات جديده، منتجات مقارنه بين حاجات. ولو عجبكم السلسله دي وصلوا الفيديو ده للايكات كتير، ويا رب يكون الفيديو عجبكم، واشوفكم الفيديو الجاي.